4 اسباب تخليك تيجي المطعم ده: النظافه والكميات والاسعار والطعم عنده حكايه. النهارده جاي ليكم بمطعم اكتشاف بيقدم فواكه اللحوم والطواجن بشكل مختلف، طواجن باميه وكمان شوربه كوارع ولحمه بالبصل، ده غير الملوخيه الفلاحي اللي تخطفك وهي نازله في الطاجن، وكمان الفته والطشه بتاعتها اللي تجيبك من اخر الدنيا. المطعم ده تحابيش لفواكه اللحوم في شبرا الخيمه. قلنا نبدا بشوربه الكوارع، وكانت نضيفه جدا. الطاجن الكميه بتاعته كانت محترمه، وطلبنا من عندهم طلب مشكل، وهنا كانت الصدمه: الاكل طعمه تحفه ومستوي على الاخر، وكان فيه كل اللي تحبه من كفته وكبده ولحمه راس ولحمه محمره، والطعم كان اخر مزاج. وطبق المشكل ده كان فيه منه 3 احجام: وسط وصغير وكبير. الفته اللي بالرز والشعريه دي بقى كان طعمها حكايه، وكمان حطينا عليها الكوارع ودي وديتها حته تانية خالص. تعالى معايا بقى للوحش الكبير. الطاجن ده يدفيك في عز الشتاء، جواه عكاوي وكوارع ومخاصي، يعني على الله حكايتك بعدها. كان لازم نفضيه عشان كان سخن على الاخر. نبدا بقى بالعكاوي، حجمها كان حلو جدا ودايبه على الاخر، والمخاصي كانت مستويه كده، حاجه كده تدوب في البق. نيجي بقى للكوارع، ودي كانت حكايتها حكايه، يعني الصمت في حرم الجمال جمال، لانكم لازم تجربوا الطاجن ده بنفسكم اكيد. المكان حلو جدا ونضيف على الاخر. وبس كده، اعمل متابعه واستنونا في فيديوهات تانية كتير.